السلام عليكم الحباب ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. يلا الحد قالت لي ما شاء الله جبت لكم مشروع المخامر، مشروع رمضان بدون راس المال وتخدميه وانت جالسه في الدار ديالك. بسم الله على بركه الله. نبداو في الوصفه ديال اليوم اللي غادي نحتاج ليها واحد 4 ديال زلافات الدقيق الفورس وجوج زلايف ديال دقيق الفينو. غادي نحتاج واحد 2 معالق ونص ديال الخميره، وواحد 2 معالق ديال الملحه، وواحد شويه ديال الزيت. وإلا بغيتو تضيفوا واحد المعلقه ديال السكر يمكن لكم تضيفوها، كيف ما يمكن لكم تستغناو عليها، لان العديد من الاخوات كيتشكاو هكذا من السكر، ما كيبغيوش السكر، يعني نستغناو عليه. وهنايا كنضيف الماء الدافي باش غادي نعجن العجينه ديالي. وكيف ما كتعرفوا العجينه ديال المخامر اولا ديال المطلوع كتبغي شويه تكون عجينه اللي هي مطلوقه ومدلوكه. صافي كنحاول نجمع العجين ديالي وندلك هكذا شويه، وهانتوما كيف ما كتبان لكم في الفيديو العجينه ديالي راها كتكون هكذا مطلوقه، وكنبدا كندلك فيها بهذه الطريقه. اللي عنده العجانه راه يمكن ليه يستعملها. انا الصراحه كيعجبني نعجن بيديا، واخا كتكون كونتيتي كثيره كنفضل العجينه بيديا هكذا، كنستحكم فيها وكنعرف القوام ديال العجين. المهم كنبدا كندلك العجينه ديالي بهذه الطريقه حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون هكذا لينه وزويونه، وكنخليها ترتاح تقريبا واحد ساعه حتى نص ساعه. المهم كيبقى لكم الوقت كيبقى هكذا اختياري، كيبقى لكم شحال المده غادي تخليوها ترتاح. وبما طلعت نيت وخمرات، من بعد ما كتطلع ليا العجينه ديالي اولا كيتضاعف الحجم ديالها وكتطلق، كندهن يديا هنايا بواحد شويه ديال الزيت، وكنبدا كنقطع الكرات ديال العجين. هنايا غادي نقطع الكرات لانني غادي نحتاج لواحد 3 الانواع ديال المخامر. غادي نحتاج المخامر اللي كيكونوا هكذا معمرين وملوي مخمار، ومخمرات دوك الصغيورين دوك المطيلعات اللي كيكونوا عامرين. هنايا كنبدا كنقطع عينيه ميزاني، واللي عنده الميزان يمكن ليه يستعملوا باش هكذا يجيوه المخمرات يجيو قياس واحد ويجيو متساويين تقريبا. انا هنايا هاد المطيلعات اللي كيكونوا عامرين غادي نستعمل فيهم واحد 40 غرام حتى 45 غرام ديال العجينه. انا هنايا راه عندي ميزاني لانني بغيتهم غير للدار، ماشي مشكل. نتوما الا بغيتوا تبيعوهم هكذا تعطيوهم للموالين الحوانت اولا تبيعوهم للكليان ديالكم، كيفضل يجيو هكذا متساويين من الافضل. صافي كيف ما قلت لكم كنرش البلاصه فاش غادي نخدم، كنرشها بشويه ديال الفينو، وكنبدا كندهن يديا بشويه ديال الزيت وكنبدا كنقطع. المهم هنايا قطعت دوك المطيلعات اللي كيكونوا عامرين، قطعتهم صغار تقريبا فيهم واحد 45 حتى 40 غرام. وهنايا ملوي مخمار اللي غادي نقطعو حتى هو تكون فيه واحد 100 و100 وشي حاجه غرام ديال العجينه. صافي وكنخليهم يبداو كيرتاحوا. كنكمل بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي. هنايا غادي نخلي واحد النصف ديال العجين لانني غادي نستعملو في دوك المطيلعات اللي كيكونوا صغيورين اللي كيعمروا. هانتوما هنايا غادي نعبر معكم تشوفوا تقريبا القياس. كل وحده هانتوما شي وحده فيها 43، الاخرى فيها 45، الاكثريه 45 كدا 40، يعني شويه جبتهم غاديين، جبتهم زعما شويه متقاربين. وهنايا 100 110 100. المهم كيف ما قلت لكم غادي ديروا 100 غرام باش هكذا يجيوكم متساويين. كديروا 100 غرام في ملوي مخمار. وبالنسبه للخبيزات اللي تيكونوا عامرين غادي ديروا فيهم واحد 45 غرام. هنايا عندي العجينه ديال المطيلعات اللي كيكونوا صغار اللي غادي نقطعهم بالايطال اللي كيكون هكذا متوسط، ما كاين الكبير وكيكون الصغير كيكون المتوسط. انا هنا غادي نقطعهم بالايطال المتوسط. كنطلق العجينه ديالي فوق الطاوله العمل، وغادي نبدا كنقطع بالقطاعه اللي كتكون متوسطه بهذا الشكل. والعجينه كتكون شويه رقيقه ما كتكونش غليظه باش هكذا يجيونا منفوخين. هانتوما بهذا الشكل. صافي وغادي نبدا كنحطهم في طاوه ونخليهم يطلعوا واحد شويه، عاد نبدا كنطيب فيهم. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال هاد المطيلعات اللي كيكونوا صغار اللي كيعمروا، ما كتخليوهمش يخمروا بزاف،
اون فوا كتكملوا العجينه ديالكم كتبداو في الطهي ديالهم، ماشي بحال المطلوع اللي تيكون عادي كيبغي شويه يخمر. هادو كيبغيو غير تساليو التقطاع ديالهم وتبداو كطيبوا فيهم باش هكذا يجيوكم مفشفشين. وهنايا غادي ندوز الملوي مخمار اللي غادي نحتاج ليه الزبده، زدت عليها الزيت وخلطتهم هكذا، وغادي نبدا كنطلق في المخمار ديالي اولا في العجينه ديالي، كنطلقها بهذا الشكل. ما كتطلقوهاش بزاف بحال المسمن، كتطلقها هكذا تبقى شويه هكذا غليظه، تكون هكذا متوسطه. وكنخلط الزيت مع الزبده اللي دايبه، وكنبدا كندهن المخمار ديالي بهذه الطريقه، وكنرش عليه الفينو بهذا الشكل، وكنبدا كنطوي على طريقه باش كنطويو الملوي. صراحه هذا الملوي مخمار كيجي زويون وكيجي بنين وكيجي رائع، والكليان كيعجبهم بحال هذا الملوي اللي كيكون خامر. وكنعاود نرش بشويه ديال الزبده والزيت، وكنرش بالفينو، وكنبدا كنطوي بهذه الطريقه، وكنخليها ترتاح، وكنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي. صراحه بحال هذا المشروع كينفعك، يمكن لك تقادي بياسات وتحطيهم عند مول الحانوت هكذا وترزقي فيهم الله، علاش لا. ودابا العواشر هادي شهر رمضان الناس تيبغيو بحال هاد المطيليعات والملويات كيبغيوهم، علاش لا ما تعاونيش بيهم راسك. انتما الطريقه راها سهله، وكندهن بالزيت والزبده وكنرش بالفينو وكنبدا كنطوي. الثمن ديال البيع ان شاء الله غادي نقولها لكم في نهايه الفيديو، نشارك معكم الثمن ديال البيع باش يمكن لكم تحسبوا هاد البياسات. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى غادي نكمل الكميه ديال العجينه اللي عندي، وغادي ندوز باش نبدا كنطيب في مطيليعات الصغار، لان غادي نسبقهم هما الاولين. كيف ما قلت لكم هما ما تيبغيوش يخمروا بزاف. وبالنسبه للملوي مخمر اين فوا كنحس به طرخه ليا شويه كنبدا كنقرصو وكنحطو في الطاوه باش هكذا ملي نبغي نطيب نلقاه موجود. من بعد ما كنحس بالملوي مخمار طلق ليا كنبدا كنطلقو بهذا الشكل، وكنطلقو شويه رقيق وكنحطو باش يبدا يطلع ديك الخميره، يعاود يطلع عاد كنبدا كنطيب فيه. يعني هنايا من بعد ما كنورقو بالزبده والزيت، من بعد ما كنقرصو غير بالفينو، ما كنبداش نزيد الزبده والزيت، كيجي بحال الشكل ديال المطلوع عادي. ولكن من بعد ملي كنبدا كنطيب فيه كيبدا كيتورق لينا وكيجي زويون. نتوما كنستمر بهذه الطريقه. وهنايا من بعد ما كنسخن المقله ديالي كنبدا كنرمي فيها مطيليعات اللي كيكونوا صغيورين، وكنخليهم على نار اللي كتكون هكذا مرتفعه. اين فوا كنحطهم فوق المقله كنبدا كنقلب فيهم وكنخليهم يبداو يتحمروا ويتنفخوا. السر اللي كيخلي لينا هاد المطيليعات يجيو منفوخين
هو انكم ما تعطلوهمش في الخميره. فوا كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو كتقطعوهم، كتبداو طيبوا فيهم تقريبا واحد 5 دقائق ولا ما كاملاش، وتبداو طيبوا فيهم باش هكذا يجيوكم منفوخين. انتم هنايا كيبانوا لكم راه بداو كيتنفخوا وكيجيو رطبين. كنبدا كنقلب فيهم بهذا الشكل باش يجيونا محمرين ويجيو منفوخين، حتى كيجيو مهويين وزويونين وساهلين في العماره. صافي كنستمر بهذه الطريقه، كنبدا كنطيب حتى كنكمل الكميه اللي عندي. هانتوما كيفاش كيجيو مفشفشين، كيجيو زويونين. واللي طابت راه كنحيدها وكنعاود نعمر المقله. هنايا غادي ندوز المطيلعات اللي كيكونوا عامرين. وبالنسبه للحشوه راه كتبقى لكم اختياريه. انا هنايا درت خيزو، القرعه والفلفله والبصله، شحرتهم، زدت عليهم شويه ديال الابزار، شويه ديال الزعتر ومليحه وشويه ديال زيت الزيتون. صافي وبديت كنعمر بهم هاد المطيلعات. كيف ما قلت لكم الحشوه كتبقى اختياريه، اللي عندكم ديروه. هنايا كنبدا كنطلق في العجينه غير بشويه، ما كتكونش رقيقه وما كتكونش غليظه، كتكون هكذا متوسطه. وكنوضع واحد الملعقه ديال الحشوه. وهاد الحشوه يمكن لكم تزيدوا ليها الطون او الكفته، كيبقى لكم الاختيار. انا درت غير الخضره هنايا بوحدها، وكنبدا كنطوي في دوك الجنيبات بهذا الشكل. الطريقه راها واضحه وسهله في الخدمه. صافي كنحطهم حتى كنكمل، عاد كنبدا في الطياب. هانتوما كنبدا كنجمعهم هكذا وكندوزو فواحد شويه ديال الفينو. كنطلق هكذا بهذه الطريقه، كنوضع معلقه ديال الحشوه وكنبدا كنطوي في هاد الجنيبات هكذا. والحشوه راه ما كتخرجش لينا من بعد الطياب وما كتقطعش العجينه والو. صافي هنايا غادي نبدا كنطيب فيهم. غادي ندهن ايديا بواحد شويه ديال الزيت وكنبدا كنقرص فيهم، والتقراص ما يكونوش تاني رقاق بزاف، يكونوا غير هكذا متوسطين. وكنبدا كنوضع في المقلاه اللي كتكون سخونه. كندهن يديا بالزيت هكذا وكنبدا كنطلق في العجينه ديالي بهذا الشكل. والصراحه كيجيو مطلعات اللي هما زويونين في المذاق وساهلين في الخدمه ديالهم. وكيف ما قلت لكم تقادوهم وتبيعوهم، علاش لا. هانتوما هنايا ما بداو كيطيبوا وكنبدا كنقلب، ما كندير لا زيت لا والو. هو الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع. ودابا غادي ندوزو باش نطيبو ملوي مخمار. بالنسبه للملوي مخمار ها هو الشكل ديالو، كيجي حتى هو زويون وكيجي محمر وكيجي محلول ومورق. كنرش المقله بواحد شويه ديال الزيت وكنوضع فيها الملويه ديالي، وكنعاود نرشها بواحد شويه ديال الزيت، ما تكونش كثيره. وكنبدا كنقلب فيها حتى كطيب من الجهتين. هانتوما
كتجي زويونه وكيجي المذاق ديالها رائع بزاف. ومن بعد ما كنسالي هانتوما شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي رائع وكيجي زويون. بالنسبه للملوي مخمار كيتباع ب50 ريال البياسه، وهاد المطيلعات اللي تيكونوا عامرين تيتباعوا ب3 دراهم للبياسه. وبالنسبه لهاد المطيلعات اللي كيكونوا هكذا خاويين راه كيتباعوا 10 250 ريال او 260، كيبقى لكم الاختيار لانهم ديال الدار وفيهم الزبده وفيهم القوام اللي تيكون هكذا زويون. كنتمنى من الفيديو ديالي نال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الا بغيتوا تخدموا بحال هاد المشاريع توكلوا على الله، وكنتمنوا